أشرف بإخائه حضرة العمدة على دعوته الكريمة عشان نشوف هذا التحفة الرائعة. أنا ما كنتش متوقع أن عندكم يعني حاجة بالجمال والأبهة دي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق اتصالكم بالله. إنما يعمر مساجد الله من آمن. والعمارة نوعين: عمارة في المبنى وعمارة في المعنى. عمارة المبنى اللي انتوا عاملينها دي حاجة جميلة خالص بصراحة. المسجد تحفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكل من ساهم أو شارك في إقامة هذا المبنى. وعايز أقول لكم إن المساجد زي ما سيدنا النبي قال إن المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. فالصحابة بيقولوا له وما زيتها، يعني ايه الحاجة اللي نحطها في الجامع عشان يلعلع ينور اكتر؟ قال عمارها. فدايما ما تحرموش المسجد من صلاة الجماعة، دايما ما تحرفش نفسك من انك تبقى من رواد المسجد. ان بيوتي في الارض المساجد وزواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزور ان يكرم زائره. انا جاي في دماغي ان هنصلي في جامع حق كده وبقيت مبسوط قوي يعني. فانتوا كده حاجة مبهرة وحاجة عظيمة وحاجة جميلة. وحضرة العمدة جايب لنا أعلام التلاوة، قيادات القرآن، مش هقول في مصر، ده يمكن في العالم الإسلامي كله. عم الشيخ إسماعيل وعم الشيخ محمود عبد الله، يعني دول قراء يعني بنكهة الزمن الجميل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجعلكم من عمار المساجد، وأن يجعلكم ممن تشهد لهم المساجد وممن تبكي عليهم يوم موتهم المساجد. ربنا قال فما بكت عليهم السماوات والأرض. في بعض الناس لما بيموتهم موضع سجودك في الأرض بيعيط عليك، وموضع صعود عملك الصالح فوق يعيط عليك. فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا المسجد العظيم في ميزان حسناتكم، ويجعله يعني روضة من رياض الجنة ترتعون في نعم الله فيها وتتلقون فيها العلم. وربنا ما يحرمنا من الرجل المحترم عمدتنا ان شاء الله. ما تبقاش اخر زيارة بقى، ما تبقاش اخر زيارة يعني في الناس المحترمة دي ان شاء الله. لان المساجد لها ملائكة، المساجد لها ملائكة. وكل ما يبقى المسجد موهوك كده ومفخفخ يبقى الملائكة بتوعه برضو على هذه الدرجة. فإحنا جينا نستزيد من بركاتكم ونتعلم من الذين أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، فكان العمل على هذه الروعة وبهذا الجمال. ربنا سبحانه وتعالى يبارك لكم في كل من ساهم أو شارك في هذا الصرح العظيم. إحنا في شهر شعبان، ليلة النص كانت امبارح بقى، المفروض ان احنا مرتبطين لجي ليلة النص، بس هي كانت امبارح خلاص. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. شهر شعبان زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم من شهر أكثر مما يصوم في شعبان. كان بيصوم في شعبان كتير. فسألوه أسامة بن زيد بيسأله، قل له يا رسول الله أراك تكثر من الصيام في شهر شعبان ليه؟ قال ذاك شهر يغفل الناس فيه. الناس طالعة من رجب والإسراء والمعراج الكلام ده كله، يقوم يجوا في شعبان بقى يتلبخوا بقى، نجهز اليميش ونجهز البلح ونجهز الحاجات بتاعت رمضان. ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال.
وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وأنا إيه؟ صائم. لسه نصوم؟ أنت ليك تصوم، هو بس يوم الشك بس اللي ما تصوموش، اللي هو آخر يوم في شعبان، ده بنسميه يوم الشك، يعني هيبقى رمضان ولا مش رمضان، ما تصوموش. إنما غير كده صوم على قد ما تقدر، صوم وافطر على قد ما تقدر، لأن ده تدريب، تجهيز، إعداد. قم بالليل، صلي التهجد، صلي قيام دلوقتي قبل رمضان، عشان رمضان الناس في دماغها ان رمضان هو شهر العبادة. لا، ده رمضان ده شهر الجوائز. النتائج بتاعت شغلك طول السنة بتبان في رمضان. ولذلك سيدنا النبي يقول إن لله عند كل إفطار في رمضان 1000 عتيق من النار. طب اللي ربنا هيعتقوا أول يوم لا لسه صام ولا طلع زكاة ولا صلى التراويح ولا أمر ربنا يعتقوا بأمارة إيه؟ اطلع الله على عمله طول السنة، لقاه ماشي على الصراط المستقيم، استحالة بقى انه هيتعود فيقوم يطلع من اول ليلة. طب واحد عنده هفوة ولا 2 يطلع تاني ليلة، تالت ليلة، رابع ليلة، كل يوم ربنا يعتق. فاذا جاءت ليلة القدر اطلع الله على قلوب عباده. واحد صادق بس عنده خطايا كتير، بس خلاص صدق النية واخلص النية، فيعتق الله رقاب الجميع في ليلة القدر ان شاء الله. فشهر رمضان مش شهر عبادة، ده شهر الجوائز. يعني انت دلوقتي الاسبوع اللي قبل الامتحان، الجماعة الطلبة التلامذة اللي قاعدين دول، بنيجي قبل الامتحان بشهر واحنا طلبة نقعد نركز بقى، يقول لك ركز عشان الامتحان بعد شهر. هتخش الامتحان، يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. يعني انت في رمضان لو دخلت رمضان وطلعت منه خايب نايب، ما هو في بعض الناس بتخش في رمضان وتطلع منه زي ما دخلت، ده بالعكس. كانوا يقول له ايه يا عم الشيخ اسماعيل؟ يقول له حججت البيت ليتك لم تحج، يود البيت منك ان يهج، ذهبت ومعك زنبيل المعاصي، الزنبيل اللي هو المقطف، وعدت ومعك زنبيل وخرج، جاب غبيط كمان محمل المعاصي. ليه؟ لانه دخل رمضان او دخل او راح يحج ونيته مش صالحه. اللي واخد كيلو معسل وهو رايح عشان يبقى يطقطقه هناك في مكه ولا في المدينه، ده رايح يحج. ده انت رايح تخلص نفسك، انت رايح تغسل نفسك من اضرانها، تخلص نفسك من الدنيا وما فيها. فاحنا في شهر شعبان، انت تبدأ من دلوقتي. اللي فات خلاص هنعمل ايه؟ اصل الكلام في الفايت او الحديث في الفايت نقصان عقل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. باقي قدامك اسبوعين، الاسبوعين دول درب نفسك على الصيام، درب نفسك على قراءة القرآن، درب نفسك على قيام الليل، عشان لما يجي رمضان يبقى انت مهيأ بدل ما تاخد 0. انتوا عارفين الجماعة الاشبال بتوع فريق الكرة اللي طلعوا من قبل ما يوصلوا حتى دور ال8، لان هم ما قعدوش نفسهم صح، ما عملوش معسكر قبل الدورة. احنا عندنا دورة في رمضان، لازم تعمل معسكر دلوقتي، تعد نفسك عشان لما تخش رمضان ده هتبقى مسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل واحد عايز يعتق نفسه. فهنيئا لمن أدرك ما بقي من رمضان، وهنيئا لمن أخلص لله تبارك وتعالى العمل في الأيام اللي احنا فيها دي. ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقولوا كده، ربنا رب قلوب، ربنا رب قلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى إيه؟ قلوبكم. ورب أشعث أغبر، يعني هدومه مدهولة وشكله وحش، أشعث أغبر، زيته مرين، يعني رجليه مشققة ومألحفة من مشي وحفة.
رب أشعث أغبر يدفع بالأبواب، يعني لو خبط على بابك ما تعملوش قيمة وتقفل الباب في وشه. سيدنا النبي يقول لو أقسم على الله لأبره. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما تبصش بقى للبدلة والكرافطة والعمة لا، ربنا ربي ايه؟ ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. وأنا سعيد بأبنائي. أبنائي دول هم دول المستقبل، دول المستقبل. وهنيئا لمن ربى ابنه على طاعة الله، وهنيئا لمن نشأ ولده على حب بيت الله. لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ما تسيبش ابنك يلعب ويرتع لغاية ما يبقى شحط، وبعد ما يبقى بقى يسهر في القهوة ولا يعمل ولا عمالين بنلطم الوقت. أضحى يمزق أسوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدم. وبعد ما شاب عايز ربي. لكن أنا سعيد بأبنائي وسعيد بعمدتنا اللي بشرفنا في جميع البلاد وفي جميع المحافل. وأنا والله سعيد جدا بهذه الدعوة، وسعيد جدا برفقة علمائنا الأجلاء ومشايخنا العظام، عم الشيخ اسماعيل وعم الشيخ محمود والحاضرين. دول يعني دول أهل الله. الكابتن سمير حبيبي بقى، كابتن سمير يعني ابني ونسيبي وكل حاجة يعني. فأنا سعيد بكم، وإن شاء الله إحنا جئنا نقتبس من نوركم. اوعوا تفكروا إن إحنا جئنا نعلمكم، لا، ده إحنا جئنا نتعلم. اللي عنده المقدرة بإن هو يعمل الصرح العظيم ده يبقى دول ربنا اختارهم، ربنا هيئهم. لأن المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. قالوا وما زيتها؟ قال عمارها. الناس اللي بتيجي الجامع ده هي اللي بتخلي الجامع ينور. إنما جامع بهذه العظمة وبهذا الرونق وهنيجي مثلا نصلي العشاء ما نلاقيش حد فيه بيصلي، المسجد يبكي. ما للمساكن أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. لازم تعمروا الجامع، ولازم تجبروا خطر الملائكة اللي قاعدين لكم فيه، لأن فيه ملائكة قاعدين في الجامع. طب بالله عليك لما يبقى الملائكة قاعدة في الجامع وانت ما تجيش. وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدار. تقعد في الدار ليه وانت هنا داخل؟ انت كده ضيف على ربنا، ضيف على ربنا. طب بالله عليك لو انا جالي دعوة دلوقتي ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعت لي دعوة عايز يقابلني بكرة، ده انا هروح اشتري بدلة جديدة وهقف قبل الميعاد هناك ب3 4 ساعات عشان هقابل سيادة الرئيس. فما بالك وانت ضيف على الله، ضيف على ملك الملوك الذي يباهي بك ملائكته. يا ملائكتي هؤلاء هم عبادي قاعدين في ضيافتي. وحق على المزور أن يكرم زائره. فشهر شعبان شهر كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أول ما الصلاة فرضت ناحية المسجد الأقصى. طب ليه ربنا قال له صلي ناحية المسجد الأقصى في الأول، ما قالوش صلي على طول ناحية الكعبة؟ لأن اليهود كان هيبقى عندهم معتقد راسخ إن المسجد الأقصى ده بتاعهم هم، إن المسجد الأقصى بتاع اليهود. فربنا قال لا، أما أقول لك ما هي أول قبلة للمسلمين هتقوم أنت ردد عليها وتقول لي إيه؟ المسجد الأقصى. مش دي أول قبلة للمسلمين؟ يبقى ربنا عمل الصلاة في الأول ناحية المسجد الأقصى عشان يدخل المسجد الأقصى في شعائر المسلمين. هو مين اللي بيحارب على المسجد الأقصى الوقت؟
ما هم المسلمين. وبعدين المعراج من الارض الى السماء بدأ من المسجد الاقصى، وربنا جمع النبيين والرسل كلهم للنبي في المسجد الاقصى، وصلى بهم امام صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا عمل المسجد الاقصى الاول، وبعد كده حول القبلة. سيدنا النبي كان نفسه ومنع عينه ان هو يصلي ناحية الايه؟ الكعبة، فكان يصلي ناحية المسجد الاقصى كده، وقلبه من جوه نفسه ان هو يبقى نواحي الكعبة. فربنا قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ايه؟ ترضاها، اي تحبها وتتمناها، فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وبعدين صلوا صلاة واحدة بالقبلتين، يعني كانوا بيصلوا العصر فنزل تغيير القبلة وهم بيصلوا العصر، صلوا ركعتين ناحية المسجد الأقصى، وبعدين واحد دخل لهم بيصلوا كده قال يا قوم أشهدكم أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن القبلة تحولت ناحية الكعبة. قاموا متدورين كملوا الركعتين التانيين ناحية الايه؟ الكعبة. أصبح المسجد الأقصى قاسم أعظم في شعائر المسلمين. المسجد الأقصى ما هوش مش بتاع اليهود ولا بتاع النصارى، لا، المسجد الأقصى بتاعنا كلنا، بتاعنا كلنا. ليه؟ لأن احنا بنؤمن بموسى وبنؤمن بعيسى وبنؤمن لا نفرق بين أحد من ايه؟ من رسله. فربنا احنا ساعات نقول لك ربنا مش على مراد حد، لا، ربنا كان على مراد سيدنا النبي في حتة القبلة دي. كان مراد سيدنا النبي انه يصلي ناحية الكعبة، فربنا قال له ايه؟ قال له فلنولينك قبلة ايه؟ ترضاها. فكان تحويل القبلة في ليلة النصف ايه؟ في ليلة النصف من شعبان. احنا مقبلين على رمضان، مقبلين على رمضان، وقلنا رمضان شهر الجوائز، صرف المنح، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من الله. طب انتوا عارفين ليلة النص اسمها ليلة الايه؟ اسمها ليلة الصك أو ليلة البراءة. كان زمان الجاب اللي بيمشي يلم الجزية او الضرائب من الناس ياخد من فلان الضريبة يقوم يديله صك ان هو دفع، ياخد البراءة بقى عشان ما حدش يجيله تاني. فليلة النصف من شعبان هي ليلة البراءة لمن شهدها ولمن دعا فيها، يغفر الله فيها لكل من قال لا إله إلا الله إلا لملحد أو مشاحن. شوف اللي في قلبه حاجة وحشة ربنا سواه بالملحد عشان تنظف قلبك، ما تخليش في قلبك حاجة لحد، وخليك من أهل الفضل. أهل الفضل يوم القيامة فيه ناس كده ربنا هينادي عليهم يخشوا الجنة بلا حساب. أين أهل الفضل؟ فيقف ناس فيدخلهم الله الجنة بلا حساب. فالملائكة تستعجب، ازاي انتوا دخلتوا الجنة من قبل الصراط ما ينصب او يمد، ومن قبل الميزان ما ينصب، ومن قبل الحساب ما يبدأ، دخلتوا الجنة ازاي؟ اللي هم اهل الفضل. فقالوا كنا اذا ابتلينا صبرنا وان جهل علينا حلمنا وكنا إذا خلونا مع أنفسنا نستحي أن نعصي الله. يعني اللي عايز يكتب شكوى في واحد يقفل عليه الأوضة ويكتب عشان ما حد يشوف، لكنه نسي أن الله يعلم السر إيه وأخفى. فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الزيارة الميمونة في ميزان حسناتنا جميعا، ويجعل هذه الجلسة خالصة لوجه الله الكريم. وجزا الله أخي وحبيبي حضرة العمدة اللي أنا يعني بسعد به، وأنا والله كان يعني هنيجي تاني إن شاء الله، هنيجي تاني إن شاء الله في ليلة يعني بقى فيها ظروف. أنا ابن خالي متوفي،
والمفروض أنا اللي بقف أخد العزاء، فأنا يعني استأذنت من الأساتذة الكبار واستأذنت من حضرة العمدة، وبستأذن من أبنائي ومنكم جميعا تسمحوا لي على إن احنا هنغادر عشان ننهض نقف، وربنا وإن شاء الله هنيجي في رمضان، حتى لو العمدة ما دعيناش هنيجي في رمضان، هنيجي نسعد بكم ونأنس بكم، وإن شاء الله يكون لنا معكم لقاء ولقاء، وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله كان ولا شيء في الكون سواه، الأرض أرضه والسماء سماه، خلق اللوح والقلم وخلق العرش فوق المياه، قدر الأقدار وبيده الموت وبيده الحياة، خلق آدم وبنفخة في الطين دبت فيه الحياة، وبنفخة في الطين تحركت يداه، وبنفخة في الطين مشيت قدماه، فلما أكل من الشجرة تاب عليه الإله واصطفاه، وطرد إبليس اللعين من رحمته وأخزاه، وأكرم نوحا ومن الطوفان نجاه، وشهد لإبراهيم في القرآن إن إبراهيم لحليم أواه، ورد يوسف لأبيه بعدما ابيضت من الحزن عيناه، وحقق للكريم ابن الكريم رؤياه، وتفضل على أيوب ومن المرض شفاه، وأكرم مريم لما دخل عليها زكريا المحراب فقال لها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر كفاه. الله الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا وأغناه. الله الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا وقواه. الله الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه وكفاه. ونشهد أن سيدنا محمد هل رأت عين مثل ما رأيت عيناه؟ وهل سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه؟ وهل وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه؟ فيكفيه شرفا وفخرا أن من صلى عليه هو الإله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مكانا ومنزلا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاجتمعنا على كلمة التوحيد وعلى حب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، وبتوجيه أولا من وزارة الأوقاف بعقد أمسية دينية في ليلة النصف من شعبان، وبدعوة كريمة من العمدة أيمن عبد الكريم. نشكر باسم أهالي القرية جميعا كل من شرفنا في هذا اليوم، وعلى رأسهم هذه الكوكبة من العلماء الحضور. نبدأ أولا بفضيلة القارئ الشيخ المتقن الذي نتعلم منه التواضع والاحترام، فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ إسماعيل الطنطاوي. ثم بعد ذلك نشكر الأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ المتقن محمود السيد عبد الله. ونشكر الأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ عبد الله السيد عبد الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات التي بذلوها إلينا في ميزان حسناتهم وميزان حسناتنا جميعا. كما نشكر فضيلة الدكتور الذي تحدث قبل صلاة العشاء بين المغرب والعشاء، فضيلة الدكتور حسن سلطان، نشكره على هذه الكلمات الرقراقة التي تحدث بها التي وصلت إلى القلب. نبدأ أولا
بهذا الصوت العذب الرائع الذي نستمع إليه في قرآن الفجر وفي قرآن الجمعة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فضيلة القارئ الشيخ الإذاعي إسماعيل الطنطاوي، فليتفضل مشكورا ونتمنى له التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتقولوا قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها
ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في
وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. الفاتحة. ما كانش ينفع أقرأ ورا أصلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ. نشكر كل من حضر إلينا في هذا الحفل العظيم المبارك وفي هذا الشهر العظيم المبارك. نشكر أولا فضيلة القارئ الشيخ الإذاعي إسماعيل الطنطاوي على حضوره معنا وليس بشديد عليه، فهو الآن بين أهله وأحبائه. ونشكر فضيلة القارئ الشيخ محمود السيد عبد الله. نشكر أيضا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله السيد عبد الله. ونشكر الدكتور الشيخ حسن سلطان. نشكر أيضا الحاج محمد عبد العزيز
ونشكر أيضا المهندس محمود شحات على حضوره. نشكر كل من حضر إلينا إلى بلدهم الثاني قرية الديسة، ونلتقي مع حضراتكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى في لقاءات أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. نشكر أخيرا العمدة أيمن عبد الكريم على هذا الحفل العظيم المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسنات المسلمين جميعا وحسنات السامعين من المسلمين والمسلمات. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.